شكرا. بتعرفي هالرحلة بتصير فيلم، كل ما بيحملوني الناس بتصير معي مشكلة كتير عويصة، وخدي لتنحل بقى. يا مينا انتي شو هاد؟ شو قلتي للجماعة هدول؟ قلت لهم انه نحن تجوزنا عن جديد. لك يا مخلوقة انتي ما عندك غير هالقصة هي لحتى تفكري فيها وتحكيها للناس دائما؟ وشو كمان؟ الشي التاني اللي قلته هو انك شاب لطيف كتير وما رح يتركني شو ما صار. ابدا. وانت صرت تهز راسك ووافقتني وما رح تتركني. بعدين انا قلت لهم انك كتير تعبان بعد هاي الرحلة، وانك هلا ضايق شوي، وانت هزيت راسك. ايه انا هيك صرت هزه، ايه هزيته هيك. ولهيك حملوني بهالطريقة هي؟ لا، السبب اني حكيت لهم انه انا وياك هلا هربانين من الضيقه، لانه بابا ما اعترض على زواجي منك للفرق الاجتماعي. إيه. قلت لهم اني غنيه. ايه طبعا طبعا. وانت هلونجي. كيف عرفتي اني حلونجي؟ شو؟ عن جد؟ انت هلونجي؟ لا. احكي. ايه انا حلونجي. قولي لي هلا شو اللي بضحك بالقصة؟ يعني بضل الحلونجي احسن من المجرمين، فهمتي؟ اسكتي 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 خلص. غبية. طيب كتير بضحك. ايه معناتها قصتي الثالثة ما كانت كذب. شي بضحك، انت عم تتمقلسي علي وابوك حول حياتي لمسخرة. يا ستي انت عن جد بنته، ما بعرف امك كيف قدرانة تتحملكن. كل ما حكيتي شي. امي راحت. ماتت. أنا آسف، ما كنت بعرف. أنا كتير آسف. إحساس خسارة الأم كتير صعب، وأنا بعرفه. شو؟ ليش أهلك وين؟ ماتوا الاثنين بحادث سير وأنا صغير.